أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم مصري جريء. برنامج أعددناه خصيصا لمناقشة كل ما هو جديد. النهاردة معانا موضوع شيق جدا، وموضوع هيفيد كل بيت وهيفيد كل السادة المشاهدين. هنتكلم عن التأهيل الجسدي الشامل أو العلاج الطبيعي أو التأهيل البدني والحركي. طبعا موضوع اكيد في ناس كتير جدا بتعاني من الام المفاصل ومن الام الظهر ومن الام، يعني معظم المشاكل اللي بتحصل في الجسم. يعني هيكون معنا النهارده حديث شيق مع ضيفتنا الاخصائيه مرزوقه فضل مرزوق، اخصائيه التاهيل الشامل. اهلا وسهلا بحضرتك، شرفتينا النهارده في البرنامج. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين واهلا بكل في البدايه بس حابين ناخد نبذه كده عن موضوع التاهيل الشامل. ايه هو معنى التاهيل الشامل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التاهيل الشامل ده عباره عن تدليك ومساج، تمام، من الدرجه الاولى. تمام. التاهيل بيتكلم عن نقط معينه او نقط مركزيه في جسم الانسان. تمام. مبدئيا كده في الطب، في الطب البشري معروف في حاجه اسمها علم التشريح. تمام. في علم التشريح الناس نقطه مهمه جدا، ان هو يأهل الجسم ده عشان يطلع منه بالعرض قبل المرض. يعني انا اعرف عرضك ايه قبل ما تقول لي انا عندي ايه. اللي هو التشخيص يعتبر. التشخيص. تمام. بس هو ما بيلعبش على النقطه دي بالذات، هو بيتكلم عن حاجه معينه كده فعليا بالفعل ورد الفعل بالسؤال، مثلا بسؤال المريض بيكتفي بسؤال المريض وخلاص. ايوه. لا، التدليك العلاجي في النقطه دي بيحدد مواضع الالم فين بالظبط. فبالتالي هو مفيد من الدرجه الاولى طبعا. تمام. هو طبعا التاهيل الشامل يعني هو تدليك علاجي ومساج. تمام. ده في الاساس، بس بتبني عليه بعد كده حاجات كتير زي الحجامه، زي الفوطه الناريه. ايوه. حاجات كتير جدا، يعني تمام. مواضيع كتير، يعني سبقتنا دول كتير في الموضوع ده، مع ان مصر تعتبر يعني الدوله الرائده في الطب ده. بالظبط. بس سبقتنا بقى الصين، الهند، الدول دي. معظم الدول العربيه دلوقتي شغالين بالطب التكميلي بالفعل، يعني الحجامه، الابر الصينيه، الفوطه الناريه، معظم الدول شغالين بيها ومعترفين بيها. كل ده في الاساس هو ابتكار مصري. بالظبط. ومع ذلك نوفنا عنه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، ووصانا بالفعل لما قال داووا مرضاكم بالكي والصدقه بالحجامه. تمام. فهنا احنا اهملنا الجزئيه دي تماما، وبدانا نشتغل على الطب الكيميائي. بالظبط. العقاقير الحاجات دي. واهملنا الجزئيه دي، مع ان الجزئيه دي اقدر اقول لحضرتك 70% الام العظام بتعتمد على التدليك المساجي وتوزيع الدوره الدمويه في الجسم. احنا نهينا النقطه دي تماما. خلينا برضو ناخدها برضو يعني جزء علشان الساده المشاهدين ما يهربوش مننا. خلينا نتكلم عشان برضو انا واحد من الناس اللي مؤمن جدا بموضوع الحجامه وبفوائدها. تمام. وزي ما حضرتك قلت هي رساله سماويه يعني. تمام. عايزين نعرف ايه يعني باختصار كده ما هي فوائد الحجامه؟ ايه هي فوائد الحجامه؟ كل عضو بيشتكي في الجسم لو اخذنا منه جرة مشرط او وز، تمام، فهي انت بتدي يعني بتنوه الجسم ده ان في حركه داخليه في الجسم او حركه غريبه داخله عليك، فبالتالي بتصحي الحس الحركي عند المريض. بالظبط. تبعت اشارات للعقل يعني. ايوه، بتخاطب العقل في البدايه وبتخاطب الحس الحركي تاني. يعني اولا بتخاطب العقل وبعد كده بتخاطب الحس الحركي للجسم. تمام. والجهاز العصبي. طيب فين دور جهاز الدوره الدمويه هنا، او فين الدور ده فين؟ الجهاز العصبي بيدي اشارات مباشره للمخ، يقول له في حركه غريبه هنا في المكان المصاب ده. في المكان المصاب ده، فيبدا جهاز المناعه يدافع. دوافع جهاز المناعه بتقي الجهاز العصبي من امراض فيروسيه. يعني شرطه الحجامه دي مش شرطه حجامه وخلاص، بالعكس. او مش معتمده برضه على كميه الدم اللي بتطلع. لا. طالما احنا كده بنشتغل بقى على موضوع العقل، يعني دم كتير او دم قليل، فالموضوع ده يعني الناس اللي عندها فكره ان الحجامه بتطلع معلش بيطلع دم بكميات كبيره وبتبقى الدم ده اسود وهكذا، لا يا جماعه، الدم ده لما الطبيعي ان الدم لو اتعرض لهيدروجين الجو
بيتجلط بالظبط. ده طبيعي. انا يكفيني ان انا اخاطب الحس الحركي في الجسم او الحس العقلي، اخاطب العقل والحس الحركي في الجسم بوجازات خفيفه وليكن لا تتعدى شيء في اي شيء. ايوه. ولكن تديني اشارات للمخ ان فيه مشكله هنا، فانا جهز بقى جهاز المناعه بتاعك عشان يقاوم الموضوع ده. هو معظم الناس لما بيشوفوا طبعا الصور على الانترنت او على في اي مكان، صور الكاسات والدم وكده، بيتوقعوا ان دي عمليه او دي حاجه كبيره او دي حاجه مؤلمه. لا. فانت برضو توجهي لهم رساله ان هي فعلا مؤلمه؟ لا بالعكس. الحجامه دي تنشيط للدوره الدمويه كامله. انا بتكلم على موضوع التشريط نفسه، بيبقى مؤلم على التشريط ده. معلش في انت عندك حد مؤهل لده، وعندك حد معلش يعني واخد الموضوع دراسه علميه صحيح كهوايه. انما اللي دارس وفاهم بتختلف معاه جدا. بالظبط. لانه بخاطب حاجات غيبيه في جسم البشر ده او في جسم الانسان ده. بالظبط. انما اللي هو معلش انت ما تجيبليش واحد من بره وتقول لي انا هعمل له حجامه، اقول لك هنا سوري. لازم اعمل له فصل اخلاط مبدئيا 3 ايام ورا بعض قبل ما اعمل له شنطه محجم. ايه فصل الاخلاط ده؟ انت بتاخد تدليك ومساج وبتعمل توزيع للدوره الدمويه شامله كامله في جسمه، من اول العصب السابع والعصب الخامس بتاع الفك لحد عصب رجليه من تحت لحد اخر مفصل في جسمه. تمام. بتبدا تعمل تدليك ومساج 3 ايام ورا بعض. بعد كده بتبقى مهيئ الدوره الدمويه نشطه، بتبقى مهيئ الجسم لشرطه المحجم ده. تمام. بالتالي ما بتاخدش غير حاجات بسيط. لا تذكر. يعني ما هي المختصر ان هي يا جماعه يعني الحجامه موضوع التشريط نفسه مش مؤلم ولا في اي ولا في اي الم. لا. بالعكس النتيجه بتاعته انا عارف ان هي بتجيب برضه، بس هنسمع من الدكتوره النتائج بتاعته بتكون سريعه ولا بتكون بعد ايام ولا؟ والله لو اتعملت بطريقه صحيحه النتائج بتكون تاني يوم مباشر. انا حسيت بيها يعني لما جربتها فعلا، يعني حسيت ان انا دماغي بدات تهدى شويه، الضغط والضغط العصبي والكلام ده كله، الاسترخاء الكلام ده كله حسيت بيه في بعد ما خلصت الجلسه على طول يعني. انا بالفعل جربتها. ده اكيد. ده اكيد. ده اللي يعني حد مدرك هو بيعمل ايه هتاخد منه نتائج كويسه جدا. حد معلش كل مجال وليه دواخل، فممكن تلاقي حد داخل على المجال بتاعك فمش فاهم فبيعمل اي حاجه في اي حاجه، فمعلش بيركن بقى. انت برضه يعني بتاكد على موضوع التخصص وموضوع ان اللي بيشتغل يكون فاهم هو بيعمل ايه ويكون دارس فعلا. تمام. المجال دوت وعارف النقاط. الرسول عليه الصلاه والسلام قال اطلبوا العلم ولو في الصين. ليه ما نطلبش العلم في المجال ده؟ ليه ناخدها عشوائي؟ واحنا برضو من خلال برنامجنا بنخاطب المسؤولين كان في الصحه او ان كان الموضوع هيدخل في مجال الصحه او هيدخل في مجال الشباب والرياضه، لانه تاهيل برضو جسدي، ان هو يكون مقنن ويكون تحت مظلتهم، ما يكونش الدنيا زي ما احنا شايفينها حاليا عايمه مش معروفه تبع مين ولا فين ولا ازاي. تمام. فاحنا بنخاطب من هنا طبعا جميع الساده المسؤولين في جميع الجهات ان نشوف حل الموضوع الطب التكميلي. يا جماعه الطب التكميلي مظلوم في مصر. انا شايفه ان الرئيس مش مهمل في اي جانب من جوانب الصحه، فاكيد يعني هيدي الموضوع نظره كويسه فيه يعني. بالظبط. وبعدين هو احنا شايفين ان هو امر واقع، وفي مراكز كتير بتشتغل بالطب التكميلي بالحجامه وبالابره الصينيه وبالتدليك العلاجي، وشغالين ممكن يكون يعني تحت اطار غير قانوني، فاحنا ليه ما نجيبهمش ونعمل لهم تراخيص ونعمل لهم اختبارات وندي لهم التراخيص من الجهه وكمان الدوله تستفيد. ليه يبقوا مهمشين بعيد؟ ليه يعني ليه يدفعوا ضرائب زيهم زي اي حد يعملوا كل حاجه، بس يكون الشغل زي يعني هو دلوقتي انا شايف يكون شغل معتمد ومعترف بيه من الدوله ذاتها. بالظبط. انما دلوقتي ما فيش اي تراخيص ليها وما فيش اي تراخيص للحجامه للطب التكميلي عموما يعني. الطب التكميلي في البدايه اقدر اقول لحضرتك اثبت نجاحات عن الطب الاكلينيكي. اثبت نجاحات بنسبه 75%. تمام. لان معظم الادويه الناس بتقول لك انا باخد ادويه بقد كده. تمام. وللاسف ما بلاقيش نتيجه. هو الحوار طبعا شيق ومفيد، ولكن طبعا اعزائي المشاهدين تفضلوا بالبقاء معنا ولكن بعد هذا الفاصل.
رجعنا لحضراتكم تاني بعد الفاصل، وكان حديث شيق طبعا مع زميلتنا الأخصائية مرزوقة فضل مرزوق، أخصائية التأهيل الشامل. اتكلمنا في محاور كتير، وطبعا هنكمل برضو معاكي موضوع الحجامة. برضو لسه في سؤالين أنا حابب أعرف، هل الحجامة تتعمل عادي للأطفال أو تبدأ مثلا من سن كام؟ لا، هي الحجامة بتبدأ، أنا بفضلها طبيعي بعد سن 12 سنة. تمام. بفضل الحجامة وتتعمل لحالات بعينها، ما تتعملش لأي حد. يعني زي ايه؟ طيب زي امراض ايه؟ في امراض عندهم مثلا، في ناس عندها نقص في كرات الدم البيضاء، استحالة تعمل لهم الحجامة. استحالة. تمام. في امراض فيروسية طبعا لا. تمام. ماشي. في حاجات يعني ممكن الطفل اللي يتعمل له حجامة حد يكون عنده مرض الانفصام، حد يكون عنده مرض تبول لا ارادي، حاجات من دي يعني مفيده للاطفال في الشق ده يعني. في الشق ده. تمام. كبار السن بقى، يعني كبار السن طبعا معظمهم بيكون يعني لا اما مثلا مريض بمرض معين. ما انت كده بتدخل تثقف المريض الاول. عايزين بقى حتى لو هو كبير في السن شويه، فمعلش انت بتديله من وقتك حوالي ربع ساعه تفهمه الدنيا ماشيه معاه ازاي. تمام. تتناقش معاه، تعرف ايه تاريخ مرضه، تعرف هو بيعاني من ايه كده يعني. تمام. تبدا بقى بناء على الرد اللي هو بيقوله، انت تبدا تثقف او توعي العقل بتاعه ان هو ايه يستجيب في نقط معينه من العلاج ده. تمام. يعني ثقافه المريض اهم حاجه في الموضوع ده، شيء اساسي طبعا. احنا هنا في مصر مهمشين يعني النقطه دي، ما بفهمش المريض انت عندك ايه او تعمل ايه نفسيا. انت اخرك معلش اخرك معايا 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعه وبعد كده تمشي. انت مش انت طالع من عندي مش فاهم في ايه. دي لوحدها مشكله. بالظبط. تمام. ابهاتنا بقى وامهاتنا اللي بيتابعونا دلوقتي معظمهم بيعاني من الم المفاصل والام الظهر والروماتيزم وتعب الركب والحاجات دي كلها. تنصحيهم بقى بعمل الحجامه او نشتغل معاهم ازاي؟ انصحهم بعمل الحجامه، بس تحديدا الناس اللي عندها السكري او مرض السكر دي تتابع مع دكتور السكر الاول. تمام. تتابع تاخد اقل نسب. تمام. تشتغل عليها. تمام. غير كده معلش ما تجيبليش واحد عنده سكر 550 وتقول لي اشتغل عليه. ما ينفعش طبعا. تمام. ما ينفعش خالص. انما موضوع الالم بقى برضو اللي اتكلمت عليه، مثلا الم الروماتيزم ووجع الرجل والحاجات دي، ممكن نشتغل معاهم تدليك علاجي مثلا جلسه او جلستين. ممكن نعمل معاهم الفوطه الناريه. تمام. انت تعمل معاهم الحاجات دي وانت بتتابع السكر معاهم. تمام. يعني تنسق مع الدكتور بتاع السكر بتاعه. طيب. وتتابع الموضوع ده. اللي ما عندوش سكر بقى، الراجل الكبير او الست الكبيره اللي عندها مثلا لا ده تشتغل معاه عادي جدا 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 وما تخافش من اي حاجه. هيجيب نتائج، هيحس بألم، يعني هيحس براحه قصدي. هيحس براحه، بس هيحس بألم في البدايه من اول جلسه. ألم خفيف كده. بعد تدريجيا بيبدأ الألم ده ياخد وضع. تمام. والتعب بقى اللي بيكون عنده كده هو يحس بتحسن؟ اكيد بفضل ربنا. لان معظم ابهاتنا ومعظم برضو يعني امهاتنا السيدات الفضليات بتلاقي بعد سن ال60 وكده وال70 بتلاقي الم في الظهر مثلا، وخصوصا مع زياده الوزن، الم في الرجل. القصه مش في ال60 وال70، الالم ده بيبدا من سن ال30 وطالع. تمام. خصوصا مع الظروف اللي بيعاني منها البشر معظمها. طريقه التغذيه مش سليمه تماما. الحاجات دي عوامل بتؤدي للامراض دي مبكرا. تمام. طيب انا عشان اقي نفسي اعمل ايه؟ مبدئيا كده اي حد يحس باعراض زي دي يبعد تماما عن الماده الحافظه في اي مأكول. تمام. في اي مأكولات او مشروبات. تمام. يبعد عن الماده الحافظه تماما. ويهتم طبعا بالخضروات وباكل الفواكه. وطبعا البروتينات طبعا اساسي يعني. عايزين بقى نتكلم برضو على البروتينات. لو بدأ مريض السكري يجي لك، دي نقطة مهمة جدا. تمام. مريض السكري لو بدأ يجي وانت هتشتغل معاه تدليك ومساج، هتوقف عنده البروتين في اول جلستين. طب ليه هوقف البروتين في اول جلستين؟
انا مش عايزه ادي الجسم انزيمات عاليه او سعرات حراريه عاليه وانا بشتغل عليه. عايزه الجسم يكون لطيف عشان اعرف اشتغل عليه، افصل ده من ده او افصل الاخلاط من الانسجه دي. جميل جدا. تمام تمام. هبدا اوقف البروتين عنده شويه الجلستين الاولانيين. بين الجلسه والجلسه يعني في المقترب كده بيتراوح ما بين الجلسه والجلسه لمريض السكر من اسبوع ل 10 ايام. تمام. مش قبل كده. طب المريض العادي لا، كل 4 ايام ممكن يعمل جلسه عادي. وبياخد نتائج من اول جلسه. اللي هو التدليك العلاجي صح كده. طيب يبدا يعمل الحجامه ثالث جلسه بالظبط. انما بين الحجامه والحجامه بقى جلسه الحجامه والحجامه اكيد فتره كبيره. لا فتره كبيره جدا. ايوه بالظبط، عشان الجروح تلم لا مش عشان الجروح تلم، كمان عشان اعاده تاهيل الدوره الدمويه من جديد. بالظبط. تمام. عايزين برضو ندخل عشان وقت حلقتنا نتكلم برضو عن بنشوف بره في اوروبا وفي معظم الدول يعني العلاج بالفوطه الناريه. ماشي، عايزين نعرف في البدايه بس عرفينا ايه هي الفوطه الناريه. دي حاجه بسيطه جدا يعني. هي مبتكر خارجي، مش انت اللي ابتكرته في بلدك. او بمعنى اصح اللي ابتكرته الصين واليابان. طيب ايه هي الفوطه الناريه دي؟ هي عباره عن حاجه فوطه عاديه خالص بتبقى من القطن. تمام. بتبقى مبلله، بتعمل لها نظام، بترش عليها كحول وبتولع بالولاعه كده. بتحط فوطه ثانيه مبلوله نفس الكلام، بتهيئ المنطقه دي لتدفئه معينه. تمام. بتسحب بالبلدي كده بيقولوا البني ادم ده عنده رطوبه، بيسحب الالم والرطوبه اللي في الظهر مثلا. تمام. هي مش رطوبه لا، هو بيفتح مسائل الانسجه. بيفتح مسائل الجلد فبيدخل على الانسجه مباشر كده، فبيحصل عمليه تعريق للمنطقه دي. فبيتبخر السوائل اللزجه دي، بتتبخر مع الفوطه الناريه دي. هو ده السر اللي جوه مستخدم الفوطه الناريه. طيب جميل جدا. مين بقى اللي يستخدمها؟ يعني مثلا اللي عنده ايه ممكن يلجأ ان هو يعمل فوطه ناريه؟ لا الفوطه الناريه اي حد ممكن يعملها عادي. ملهاش اضرار جانبيه خالص. تمام. بس طبعا هي مفيده طبعا في مثلا للرياضيين في اجهاد العضلات. تمام صح كده. ايوه. وممكن مثلا ايه تاني؟ الام الظهر مثلا. ممكن يجي لي مثلا لاعب يقول لي انا عندي تمزق في الاربطه او وقعت او حصل شو جذب في الرباط او في الغضروف الهلالي. هقول له هنا الفوطه الناريه والحجامه افضل حل. طبعا انا مش هروح للدكتور يعمل لي مثلا، هيقول لي ده قطع في الرباط الصليبي فيعمل لي عمليه في مكلفه فارجع تاني. مش بس هو لو في قطع يبقى لازم عمليه يعني. ده اكيد. انما لو في الم او في شد في العضله او تمزق حاجات بسيطه. لا حاجات بسيطه. الفوطه الناريه تنصح ان هم يشتغلوا بيها يعني. تمام جدا. وفي حاجه كمان، انا لو عملت تدليك ومساج دائري وخلفي للغضروف الهلالي لو في تمزق، الموضوع كده بينتهي تماما معايا. جميل جدا. الفوطه بقى عشان برضو بنشوف نار وبنشوف ولع وحاجات زي كده، هل ممكن تضر جسم الانسان في حاجه يعني؟ بالعكس. ولا الاخصائي اللي بيكون شغال ممكن لا، هو عارف دي تكون راجعه للفني اللي هو شغال بيها. بالظبط. تمام. دي راجعه للفني اللي هو شغال بيها. طب انا مش هقيم بقى، مش همسك مثلا كرباج واقف ده بيشتغل ازاي وده بيشتغل ازاي. هنا بقى بنطالب الدوله تعمل لنا مؤسسات معترف بيها. بالظبط. وتبقى تحت رقابه معينه. ان هي تطلع اخصائيين وفنيين. تمام. على مستوى ان هو يتعامل مع مريض ويقدر يشتغل على جسمه وكده. تمام. طيب احنا وقتنا طبعا عدى بسرعه، بس اكيد حضرتك ليكي رساله برضو حابه توجهيها طبعا انا بتمنى فعلا ربنا يشفي كل مريض يا رب. وشكر خاص طبعا للباشمهندس ولحضرتك. تسلم يا رب. وللصف الكامل طبعا. وبحب اشكر جدا 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 دكتور هيثم عبد الرسول. ليه كل التحيه وليه كل التقدير طبعا. لا دكتور هيثم عبد الرسول ده المحاضر بتاعي وليه فضل كبير جدا عليا بعد ربنا. طبعا كابتن شيرين، كابتن علاء، كابتن بهاء، الجماعه دول كلهم انا اشتغلت تحت ادارتهم والحمد لله يعني. هم ناس مميزين جدا. فرع اسكندريه للتدريب طبعا ليهم كل التحيه وليهم كل التقدير وكل الفروع طبعا. طبعا. وبشكر حضرتك وبشكر كل تسلمي. ان شاء الله لينا سلسله حلقات برضو في نفس المجال، وطبعا بنبارك لك على العياده والمركز الجديد طبعا. عندك الف مليون مبروك، وان شاء الله نحضر الافتتاح ونصور كمان الافتتاح باذن الله تعالى. اعزائي المشاهدين، كان معانا في ضيافتنا اليوم الاخصائيه مرزوقه فضل مرزوق، اخصائيه التاهيل الشامل. كان حديث شيق جدا،
إن شاء الله انتظرونا في حلقات تانية كتير في نفس المجال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.